السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد. معانا النهارده ده النهارده معانا يا بسون العائلات الخليجيه ليه بيفضلوا ان هم ينزلوا في المغرب ويفضلوا السياحه المغربيه عن بقيه الدول. طبعا يا داليا، ما احنا كلنا عارفين ان اي حد من الدول العربية او الدول الخليجية عامة لما بينزل المغرب لأول مرة او مثلا تاني مرة او مثلا احنا عارفين ان هم لما بيزوروا المغرب من اول مرة دي خلاص بقت في دمهم، عايزين يرجعوا يزوروها تاني. اكيد يا باسم. ليه دايما الشعب المغربي عنده كرم ان هو يعني مثلا ايه بيفضل الناس العرب عامه لما بينزلوا المغرب بيبقى واجب الضيافه زياده. هو معروف كده عن الشعب المغربي اصلا يا بسون، يعني من خلال الفيديوهات من خلال الفيديوهات لان هو دي اللي حلقه التواصل، لان احنا شفنا ناس كتير وشفنا عائلات كتير بتنزل المغرب طبعا وبتتكلم عن كرم الشعب المغربي والاستضافه بتاعتهم، وفي نفس الوقت يا بسون وتقدمهم برضو والتطور اللي موجود عندهم طبعا بيبقى ملحوظ لدرجه ان في ناس بتبقى هي بلد نظيفه طبعا يا بسون زي ما انت فاهم، عندهم البنيه التحتيه كويسه، وفي نفس الوقت تلاقي اغلبيه حتى الخليج، احنا عارفين الخليج بسم الله ما شاء الله برضو دول متقدمه. أيوة. ومع ذلك برضو بيفضلوا زياره المغرب، وكمان بيطلعوا كده يعملوا زي نظام تشهير للسياحه للمغرب. اكيد الناس بيروجوا السياحه بتاع المغرب طبعا. اكيد بيروجوا لهم ان الناس بدل ما تروح اوروبا. وخلي بالك برضو يعني يعتبر ديت يعني من يعني اقل الحاجات اللي يعملوها مع المغرب من كرم الضيافه بتاعهم طبعا، واخلاقهم اللي هم دايما بيقابلوك بصدر رحم، ودايما بيفضلوا ان هم يكرموا الضيف. اكيد يا بسنود، احنا شفناه من خلال التعليقات بتاعتهم اصلا ذات نفسهم، يعني احنا اللي هي حلقه الوصل ما بيننا وما بينهم بنشوفها في التعليقات بتاعتهم، بنشوفها في كل كلمه كويسه بيقولوها طبعا. بنشوفها في ناس اكتر من شخص برضو بعت لنا قال لنا ممكن تقولوا المغرب ونبقى متكافلين. يعني كفايه الكلام دوت بامانه ربنا. لا هم طبعا هم مختلفين عن ناس كتير طبعا او عن دول كتير طبعا عارفين، لكن الكرم المغربي دايما موجود في دمهم، واللي هم دايما يا داليا بيحبوا يكرموا اي حد ينزل عندهم. اكيد يا بيه. فعلشان كده دايما تلاقي الاعلام كله طالع يتكلم عن المغرب وعن كرم الضيافه اللي موجود في المغرب، لا مختلف. اكيد. فطبعا يا جماعه احنا عشان ما نطولش عليكم ايه السبب بقى؟ ايه السبب اللي بيفضلوا ان هم ينزلوا السياحه في المغرب عن اي دول؟ هندخل على الفيديو، بس ما تنسوش دعمنا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. بلدان هيك اللي زرتوها او بلدان العربيه، اي بلد هيك بتحبوا دائما انه تروحوا وتسافروا عليه؟ ما احنا مو كتير يعني، لانه في كتير دول بالعالم ما كتير بنحب نروح على نفس المكان، بس في كذا محل مثلا اسبانيا يعني كتير قريب لقلبنا. هي عم تسأل على الدول العربية. عربية سوري، دول عربية أكثر شيء. أنا حبيت المغرب. المغرب كتير حبيت المغرب. يعني الشيء بتحسه ما موجود بمحل. تمام. المغرب فيها حلو. يعني شكل تنوع كل كبير شيء تماما، من صحراء لبحر لمحيط، كل شيء فيه. كل الناس تستغرب من حب الناس للمغرب، لكن أنا أقول لكم على سر من أسرار المغرب. عندهم دعوة جميلة، الله يعمرها دار، واللي يعمر الله ما حد يهدمه. بارك الله في شعب المغرب وفي جميع الشعوب العربية والمسلمين. جميل إننا نذكر محاسن غيرنا. وعندما سئلت هل ذهبت إلى الرباط، قلت لهم يربطني فيها حب إلى الممات، والدار البيضاء أهلها أهل الخير والنقاء، ومراكش النخيل لها القلب يميل، وطنجة الرقاء والرخاء، وتطوان فيها الراحة والأمان، والعيون فيها الهدوء والسكون، ومكناس يسكن فيها خيرة الناس، وفاس من أعز الناس، والصويرة الجمال والكمال، وبني ملال يطيب فيها الحال، وبرشيد تبقى فيها سعيد، ووزازات هيهات هيهات فيها الجمال بات، أقادير سرها خطير، وشفشاون الجمال وأهلها أهل الدلال.
وتازه بريق الألماسة، والناظور وردة بين الزهور، وآسفي عطر من العطور، وسيدي سليمان تسكن في الوجدان، بركان أهلها أهل الخير والعرفان. وأينما ذهبت في المغرب ستجد أهل الخير في كل مكان، فيهم الطيبة ولهم الشكر والامتنان. الأشياء اللي اشتريناها من المغرب: البراد أهم شيء، والصينية كذلك، كلها مصنوعة يدويا. اشتريت عطر الفاسي اللي في الفخار، استخدام تجميلي، ممكن أحطه كبلشر أو حتى كروج. طبعا كيف نروح المغرب وما نشتري زيت الأرغان؟ أخذت نوعين، واحد نوع زي كذا وواحد بخاخ، كلها لها استخدامات تجميلية للبشرة. إضافة إلى ذلك زيت التين الشوكي. صراحة في حاجة أحتاج فيها مساعدتكم. هذا إيش؟ زي الكريستالات، ولو حطيتها في موية حارة منها زي افكت أو ريحة الفكس. قولوا لي إيش هي؟ أعتقد هذه اسمها حكاكة. هي الفخارة شايفين وعليها حاجة زي الكرشيه، يحكوا فيها الرجول عشان تصير ناعمة، والرجال العطار قال يحكي فيها وجهك. ما أعرف، confirm please. ذكر الرجال اللي أعطاني هذه. هذا للعسل، وهذا قال حطيها في الدولاب طلع ريحة حلوة. كمان زيوت عطرية. عموما هذه جبس، شوفوا كيف من قريب محفورة يدويا. هذه أحلى حاجة أخذناها، جبس وباللون الأزرق مكتوب فيها آية الكرسي. ما ننسى الشنطة اللي أخذتها تكفي لابتوب تقريبا 14 إنش. الإكسسوارات اللي اشتريتها يرولونا أكيد طبعا ما نسيناهم. جبنا لهم أطواق، جبنا لهم صحن نحط لهم فيه الأكل والموية حقتهم وياكلوا منه. أما الأشياء اللي أمين ما خلاني أشتريها، صحيح لما نكون في أماكن سياحية من الدرجة الأولى وحابين نروح أماكن جذب محدد وفي أوقات محددة علشان نتفادى الازدحام، أحيانا تكون التذاكر شوية صعب الحصول عليها، خصوصا لما تبغوا تاخذوا راحتكم في الصور والتصوير بدون تكدس للناس. صراحة في الحجوزات إحنا دائما نعتمد طريقة معينة، وهي إنه إحنا نتجنب إنه نحجز أونلاين من الموقع الرسمي لمكان الجذب هذا. كمثال في ماجوريل كان مستحيل إنه نلاقي تذاكر على الوقت اللي إحنا نبغاه. ما عندي تفسير منطقي ليش، ولكن في مواقع ثانية زي هذا الموقع اللي هو فيا تور اللي يعطيكم تجارب متنوعة في البلد اللي انتوا فيها، فعندهم لقينا تذاكر لماجوريل في الوقت اللي احنا تبغاه، وانكلودينج كمان مواصلات. طبعا اكيد حجزناها على طول وجانا على طول ايميل التأكيد، وفي التذاكر الالكترونية للحديقة وبنفس التوقيت اللي كنا مختارينه. على طول كلمونا شركة المواصلات واتفقنا فين ومتى يجوا ياخذونا علشان نروح للحديقة، وفعلا رحنا واستمتعنا وكان يوم جدا جميل. وبعد ما استمتعنا طبعا جات نفس السيارة واخذتنا ورجعتنا للرياض اللي احنا ساكنين فيه كذلك. على فكرة في البايو حطيت روابط ل3 فعاليات مهم تسووها وانتم في مراكش. عموما التطبيق هذا لازم يكون في جوالاتكم لرحلتكم الجاية، مو بس المغرب ولكن في اي مكان في العالم، لانها وسيلة حلوة لكم تتعرفوا على اماكن الجذب وحجز تذاكرها كمان، والدفع عن طريق ابل باي. طريقة مرة سهلة، وننصح انه التطبيق تحملوه الان. أكثر سؤال واجهنا هو هل المغرب بلد نظيفة؟ وهل في الشوارع في ريحة؟ أنا مرة أتفهم هذا الكلام، بس وأنا أتكلم معاكم أحتاجكم تركزوا في المظهر العام للمدينة أو حتى للناس اللي موجودين في الفيديوهات. بخصوص الريحة، إيوة في ريحة، بس حتشموا ريحة البخور، ريحة موية الزهر والورد في كل مكان حوالينكم. وجوابي هذا بدون أي مبالغة، خصوصا أنه آخر رحلة بالنسبة لنا كانت في أوروبا اللي في كل مكان كنا نشم ريحة صننة. لا تفهموني غلط، بس ترى هذه الحقيقة. حطوا في بالكم أنه إحنا طول رحلتنا في المغرب بنروح مدن قديمة جدا وتاريخية، إلى اليوم يعتمدوا على الحيوانات بشكل عام لنقل البضائع داخلها لأنه ما تدخل سيارات، ومع ذلك ما كنا نشوف أثر لروث الحيوانات أو ريحة مزعجة في كل مكان كنا نمشي فيه داخل المدن القديمة هذه. فعليا ما شفنا أثر لأي زبالة مكومة زي اللي بنشوفها غالبا في أوروبا، ما عدا أول يوم العيد الصباح، بس في الظهر اختفت هذه الزبالة. ومتابعيننا القديمين يعرفوا اختصاصي تصوير الحمامات أو المراحيض. في كل حمام كنت أدخل وكنت أبدا ما أقرف، وكان الغالب هي النظافة والطهارة، سواء مطعم أو المطارات أو حتى حمامات المحلات البسيطة اللي كنت أضطر صراحة أدخل عندهم وما كانوا يقولوا لي. كنت أدخل وأشوف أثر
الطهارة والنظافة في كل مكان. في الأماكن العامة السيدات هذولا هم اللي يحافظوا على طهارتهم ونظافة المكان، فبوسة على راسهم واحدة واحدة. بشكل عام المغاربة ناس راقيين نظيفين في هندامهم وفي نفسهم، فأبدا ما شمينا ريحة شخص ما تكون معفنة أو ما هي حلوة حتى في الأماكن المرزحة. سلامتكم. المدينة الباردة طوال العام في المغرب إنها مدينة الصويرة الشاطئية التي تبعد 176 كيلومتر عن مراكش. تعرف معنا على هذه المدينة الجميلة في هذا الفيديو. وتمتاز الصويرة بممراتها العجيبة التي تأتي من تحت البيوت، ومطاعم صغيرة لكنها في غاية الأناقة، وهذه فنادق عريقة وقديمة على الساحة والسور، وجداريات جمالية في كل مكان. ولا زالت المدينة تحتفظ بعراقتها القديمة. وفي الصويرة مطاعم تقليدية في غاية الجمال والأناقة. والصويرة مشهورة بالصناعات الخشبية، وسقوف من مئات السنين ولا زالت تحتفظ بقوتها، والصناعات التقليدية في كل مكان، ومدينة لا تمل. وهذا حي الملاح، وهذا شاطئ وكورنيش الصويرة. طبعا يا جماعه زي ما كلنا سمعنا الناس دايما بتفتخر بالمغرب وبيتكلموا بيقولوا في حقهم شعريه بس كلام كبير يا داليا. طبعا بيتقال عن المغرب والكلام ده ما بيتقالش كده ببلاش. اكيد يا بس علشان حد يطلع يتكلم عليكي بالطريقه ديت لازم يكون انت اصلا مسبقه قبل كده وعامله معاه الواجب أكيد. والخير والضيافه اللي دايما كلنا بنطلع نتكلم عن المغرب اكيد يا بس. فعلشان كده المغرب دايما مختلفه عن كل الدول العربيه. ربنا يحفظك. طبعا يا جماعه كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، بس يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.